يا جماعة اللي يحب النبي يحط لايك. وربنا يا رب يحقق له كل أمانيه. هيك كل يوم زي كل الستات. هنعمل غدي. كانوا عندي شوية كبد بط طلعتها من الثلاجة، وهذا فلفل جنب منها شوية رز، وده شوية شوربة كانوا قاعدين في الثلاجة بعمل بيهم الرز. والله يا جماعة الأيام دي الواحد بيسمع حاجات تشيب. واحدة عندها 70 سنة بتحب وعيالها ما قادرين يشعلوا، طب يعملوا إيه معاها دي؟ لو صغيرة كان ضربوها، يمكن دي مرة كبيرة. يلا يا حاجة يلا حسن الختام. بصي يا جماعة اللي قاعدة تحت البطانية بقوم تشوف مصالحها. طبخت بصلاية حلوة كده محترمة وبالتناس. يا عينيا يا عينيا عايزين يحرموني من الدنيا الحلوة دي. شوفوا بصل يا جماعة، وأهل كبدي شوية كبدة ولاد لذينة والله بتوع بط زي العسل. هشوحهم كده مع البصلة. هقول لكم نكتة يا جماعة، قولوا إيه رأيكم في النكت بتاعتي في الكومنتات. مرة كان في واحد أفندي مسافر السعودية، والطيارة خلاص هتطلع، وعمال ينادوا اللي مسافر السعودية يا اللي مسافر السعودية يا جيبوا لي أفندي قاعد يا كبد أمه. جت الأبلة اللي موظفة في المطار ما تقول له يا فندي يا فندي الطيارة هتطلع، الرحلة طالعة تحت السعودية. قال لا يا أبلة أنا مش رايح الرحلة أنا رايح شغل. يا كبد أمه كان غدا حبتيه. شايفين يا جماعة جمال الكبدة؟ والله أم العيال شطورة ولهلبة بس مالهاش حظ. والله لو شميتوا الريحة تعالوا دوقوا بنفسكم وشوفوا طعمها وشوفوا جمالها وريحتها. وأها الرز بالفلفل وزي العسل. ولازم يا ولاد جنب منها شوية الطحينة الحلوين دول ولاد اللذين.